ديال واحد ديال الناس اللي غادي مثلا ولا الافراد اللي غيقوموا بذبح الاضحيه نهار العيد. ذبح الاضحيه يقدر يتواجهوا مع مجموعه من الاوضاع القانونيه اللي غتمشي في اتجاه المنع. هذه التساؤلات يعني بدات كتطرح بقوه عندما ظهرت بوادر ان هناك ربما مؤخرا ان هناك يعني عمليه او وتيره مرتفعه ديال شراء الاكباش ولا الاضاحي، وهناك من يقول انه يعني والاخبار المتداوله في البورصه ديال الاسواق الاسبوعيه ولا الاسواق ديال بيع الماشيه انه كاين ارتفاع طفيف في مستوى اسعار ديال الاكباش، والامر راجع الى اقدام العديد من الاسر والعديد من الافراد على شراء الاضاحي بغيه ذبحها، ربما تيقولوا انه غيذبحوها نهار العيد. وهذه التساؤلات ايضا تتبقى مشروعه من طرف بعض العائلات اللي ماشي العائلات الاكثريه ديال الافراد والمواطنين اللي ارتاحوا للبلاغ الملكي واراحهم واستراحوا ايضا من تكاليف ديال شراء الاضحيه في واحد ظرفيه اقتصاديه واجتماعيه صعبه. ولكن التخوف ديال الناس هو انه واحد غدا نهار العيد غيصبح مثلا ما غيلتزم بالبلاغ الملكي، واذا به غادي يفيق في الصباح ويلقى الجيران ديالو كيذبحوا. هذا مشكل، لان الغايه من ماشي منع ولكن من اعفاء من هاد الشعيره، ماشي شعيره عيد الاضحى بشكل عام، ولكن غير العمليه ديال الذبح. الغايه منها هو انه رفع الحرج على الاسر الفقيره والمعوزه، ورفع الحرج على المغاربه قاطبه، ايضا الحفاظ على الثروه الحيوانيه ديال الغنم، لان ما عندناش رؤوس اغنام قادره على يعني الكفايه التامه للسوق الداخلي في عيد الاضحى. وايضا غادي يكون ارتفاع كبير للاسعار. وايضا باش نعطيو السياق ديال البلاغ الملكي، جا في واحد السياق ايضا ديال توالي سنوات الجفاف. اكيد انه لا احد يجادل في كون يعني العديد من اغلب المواطنين ارتاحوا لهذا البلاغ وتجاوبوا معه، وكان منتظرا يعني ويعني الكل يعني نقولوا انه كانت يعني خبر سعيد ملي تنشر، كان بمثابه خبر سعيد للعديد من الاسر المغربيه. الاشكال اللي مطروح حاليا اللي كيهمنا من الناحيه القانونيه باش نجاوبوا على التساؤلات، اشنو كيقول القانون ولا ما هو يعني ما هو مصير ديال واحد ديال الناس اللي غادي مثلا ولا الافراد اللي غيقوموا بذبح الاضحيه نهار العيد. واش هذا البلاغ الملكي يمكن ان يستنتج منه على انه يشكل قرارا بالمنع؟ هل يرتب جزاء؟ طبعا البلاغ الملكي لا يمكن ان ينشئ قاعده جنائيه وقاعده قانونيه بالمنع واقرار جزاء على المخالفه، لان ما فيش يعني ما كاينش مخالفه. لا، هذا غير كنعطيك واحد القراءه، ولكن غندوز للقراءه الثانيه، لان احنا راه ما جايش الغايه ولا ان ما يكونش العيد، ما خصوش يكون، لان كاينه ظرفيه اقتصاديه، كاينه الحفاظ على الثروه، نقولوا الثروه ديال الاغنام، وكاين مشكل اقتصادي واجتماعي توالي سنوات الجفاف ورفع الحرج على الاسر. يعني ما يمكنش يكون انه نديروا الا كان غيكون البلاغ والناس غتعيد، راه الغايه لم تتحقق. قلت على انه لا ينشئ بحد ذاته قاعده قانونيه بالمنع، او يستنتج منه انه كينشئ اوتوماتيك قاعده قانونيه بالمنع، ولكن يمكن ماشي يمكن ان التنزيل ديال هذا البلاغ، التنزيل ديال البلاغ راه غيمشي في اتجاه ديال المنع، يمشي في اتجاه ديال المنع. لماذا؟ لان اولا البلاغ الملكي صادر عن جلاله الملك بصفته امير المؤمنين، لانه كينظم
واحد المجال اللي هو مجال ديني. مجال الديني هو من اختصاص أمير المؤمنين. أيضا من جهة أخرى هو صادر عن أعلى سلطة في البلاد، ولو أن البلاغ جاء بصيغة الإهابة والتوجيه والإرشاد، إنما في غير يهيب، هو يعني من باب الإهابة والتوجيه والإرشاد، أنه تيقول يعني المواطنين ولا الأفراد أنهم يعني نظرا لهذه الظروف الاقتصادية يمكن لكم تعفوا من شاعرة ذبح الأضحية ديال العيد. ولكن المخالفة ديالو هي اللي فيها نقاش قانوني. أنا كنشوف، أنا التوجه ديالي كنشوف أنه الناس اللي غادي يعني يقوموا بذبح الأضحية يقدروا يتواجهوا مع مجموعة من الأوضاع القانونية اللي غتمشي في اتجاه المنع. لأن أولا سيتم السلطات المحلية أو السلطات بشكل عام ستقوم بتنزيل هذا البلاغ الملكي، والتنزيل ديال البلاغ الملكي والحرص على أنه يتم ماشي المنع، ولكن تم أن عيد الأضحى يمر بدون القيام بشعيرة ديال الذبح. كاين بداية ديال التنزيل، وأنه كاين إغلاق ديال المجازر. شفنا بعض القرارات ديال المجازر غيتغلقوا نهار العيد. كاين منع الأسواق التي تقام، الأسواق الموسمية أو المؤقتة التي تقام في الأحياء وفي داخل المدن. ما شفناش دابا أسواق، ما يمكنش دابا شي واحد يجي يبيع الحواله، تنظن ولا يجيب شي كراج يعمروا بالحواله ويبدا يبيع. احنا غنشوفوا دابا اول يعني محك ديال التطبيق. يعني كما كان دابا مازال ما وصلش العيد، ولكن دابا حاليا لو ان واحد الشخص جاب الحواله وكرا كراج وبدا كيبيع، راه البلاغ ما فيش المنع. ولكن شنو الموقف ديال السلطات المحليه؟ طبعا غتدخل من منطلقات قانونيه اخرى وغتمنع هذه العمليه. مثلا المنطلقات القانونيه ما عندوش ترخيص، ماشي ما يمكنش يبيع، ما عندوش ترخيص، ما خصوش يبيع. يعني بزاف ديال المنطلقات ممكن ماشي سوق، هذاك ما عندوش ترخيص للسوق وما عندوش ترخيص باش يبيع في محل تجاري، لان هذا غيخضعوا غنمشيو للاطار الاخر ديال تنظيم العمل التجاري ولا رخصه وكذا كذا كذا. يعني السلطات المحليه تقول ما عندكش رخصه، يعني ما يمكنش تبيع شي حاجه في المغرب وما عندكش رخصه. من المجال البيئي، المهام ديال من منطلق يعني الوظائف ديال رئيس مجلس البلديه ديال مهام الشرطه الاداريه المرتبطه بالصحه والامن، الامن البيئي الى اخره، والسلامه الى اخره. ايضا بالنسبه يعني المحك الثاني اللي كنتظروا هو نهار يبداو الناس يذبحوا. انا كنشوف من وجهه نظري ان يعني البلاغ الملكي وإن جاء بصيغة التنويه، صيغة الإهابة، يعني هو مجرد يعني توجيه وإرشاد الأفراد، ولكن هو صادر عن أعلى سلطة في البلاد. بالتالي نعتبره قرار يعني هو قرار يعني يتعين الالتزام به. ايضا على مستوى التنزيل ديالو كما قلت لك، المراحل الاولى المستويات الاولى ديال التنزيل باينين، الاسواق هما ما كاينينش، الاسواق في داخل يعني وحتى العمليه ديال البيع الاضاحي في المدن ما غتكونش، في الكراجات وهذه ما غتكونش. وتظن ان في عيد الاضحى تقدر تكون ديك المراقبه وديك الصرامه، يعني بحال مثلا المقدم يبقى يدور ويشوف هكا مثلا الناس اللي كيديروا. انا غنعطيك المسوغ القانوني. المسوغ القانوني كنعرفوا على ان المكانه الدستوريه او الوضعيه الاعتباريه الخاصه لجلاله الملك في الدستور في الفصل اعتقد 45 يعني كيوجب الفصل 45 بالضبط، نعطيو الفصل 45 من الدستور يوجب للجميع ان يحترم وتقر احترام وتقر شخص جلاله الملك. طبعا توقير واحترام لا يمكن ان يتم الا يعني بالتجاوب او يعني مع البلاغات الملكيه، خاصه اذا كانت في واحد الظرفيه حساسه وفي واحد المجال يعني في واحد الاطار ولا في واحد السياق اللي هو ظرفيه خاصه اللي كتمر منها البلاد. اننا احنا كاين توالي سنوات الجفاف، كاين يعني الاوضاع الاجتماعيه او تدهور القدره او ترى يعني عدم قدره الاسر على تغطيه يعني التكاليف المرتفعه ديال الاضاحي. يعني هذا هو السياق ديال الاعفاء.
ايضا كاين مساله اخرى ان المستوى التنزيل ديال هذا البلاغ، واكيد ان السلطات ستسعى الى تنزيل هذا البلاغ عبر قرارات، ستتخذ قرارات بتنظيم العديد من الامور في هذا المجال هذا. قلنا القرارات الاولى ديال منع الاسواق، كاين قرارات ديال اغلاق المجازر، اذا يقدر اتخاذ قرارات على مستوى منع ذبح الاضحيه. هنا غيكونوا الاشخاص اللي غادي يذبحوا غيكونوا كيخالفوا قرارات صادره عن او اوامر صادره عن السلطات العامه، وهي جريمه معاقب عليها في القانون الجنائي. ايضا ممكن نمشيو في المجال ديال الذبيحه السريه، يقدر نمشيو في المجال البيئي والمجال ديال السلامه ديال البيئه، المجال البيئي والسلامه، ولا النطاق ديال الاختصاص ديال الشرطه الاداريه اللي هي اختصاصات اصيله لرؤساء المجالس البلديه. وبالتالي انا كنشوف على انه يعني طبيعي ان يكون يعني هذا البلاغ يجب ان يتجاوب معه الجميع، وبالتالي لا يمكن مخالفته ولو لم يتضمن أو لم ينشئ قاعدة بالمنع، ولو أنه جاء بصيغة الإهابة ويعني والتوجيه، إلا أنه الغاية منه هو أنه ما خصوش يكون العيد. بالتالي باش نكونوا منطقيين، إلا كنا غادي نديروا البلاغ، إلا كان غيكون هذا البلاغ وجا في واحد السياق معين كما ذكرت والناس يعيدوا، إذا ما كاينش الغاية لم تتحقق. وحتى المبدأ ديال مساواة المواطنين، لأن باش المساواة ديال المواطنين خصها تتحقق. باش يجي واحد يعيد واحد ما يعيدش راه ما تحققش الغاية ديال المساواة. باش الناس تعيد، الغاية هو أنه ما يكونش ذبح الأضحية. علاش؟ باش نحافظوا على يعني رؤوس الأغنام. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.